مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد، حيث تم كشف ورصد وتحديد 3 بؤر إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية بمحافظة الغربية بمراكز زفتة الصنطة وسمنود، وضبط العديد من عناصر تلك البؤر ما بين قيادات وعناصر منفذة، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى إجهاض مخططاتهم التي شرعوا في تنفيذها بهدف تعطيل مرافق الدولة الحيوية، وذلك على النحو التالي: ضبط 27 من أعضاء اللجان النوعية بالمحافظة، العثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة على النحو التالي: 11 بندقية آلية طراز كلاشينكوف، طبنجة حلوان، طلقات نارية متنوعة، عبوات ناسفة مختلفة الأحجام معدة للتفجير، أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، وذلك بالإضافة إلى ضبط 6 مخازن ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة بمزرعة بمركز الصنطة، ومزرعتين بمركز زفتة، و3 مزارع بقرية الراهبين بمركز سمنود. إذ اطلاع تلك العناصر في تنفيذ العديد من العمليات العدائية بلغت قرابة 24 واقعة ضد 2 من المنشآت الشرطية، 6 وقائع على أبراج ضغط عالي ومحولات كهرباء، 6 وقائع على مرافق تابعة لهيئة السكك الحديدية، واقعة تعدي على أحد الكباري، واقعة تعدي على أحد مخازن التموين، 3 وقائع قطع طريق، 3 وقائع تعدي على شركات اتصالات، واقعة تعدي على مخزن دواء، واقعة تعدي على أحد السيارات الخاصة. إحباط تنفيذ عناصر تلك البؤر للعديد من العمليات العدائية النوعية، والتي من بينها استهداف قواعد الكباري العابرة للموانع المائية والحاملة لخطوط السكك الحديدية، استهداف سيارات ضباط الشرطة والقضاء بعبوات ناسفة مجهزة بمغناطيس يثبت أسفل تلك المركبات، استهداف لتمركزات الخفراء النظاميين بهدف الاستيلاء على أسلحتهم، تحديد خطوط سير الدوريات الأمنية تمهيدا لاستهدافها بالعبوات الناسفة، التوسع في استهداف أبراج الضغط العالي ومحولات التوزيع لقطع الكهرباء عن القرى والمراكز، استهداف الشركات والمصانع الكبرى ومخازنها لإحداث خسائر مادية فادحة، حيث جاءت اعترافاتهم على النحو التالي: أنا اسمي بكر السيد البسيوني من مطر المخلص مركز زفت. انضميت الإخوان وأنا عندي حوالي 22 سنة، وانضميت للعمل النووي عن طريق واحد اسمه تامر حلاوي. قمنا بعدة عمليات حرب زي كوبري مدغام وبرج اتصالات في كفر صنباط وبرج في نهطاي. قمنا بعدة تفجيرات بقى، منها شريط قطر عند الغريب أو عند مسجد وصيف، وشريط قطر في نهطاي، وبرج كهرباء في كفر كلا الباب، وبرج كهرباء في جنب شريط القطر. أنا اسمي سهام محمد عبد الرازق من مركز صنطة محافظة الغربية، مواليد 25/2/89، أعمل مراقب صحي بالوحدة الصحية بالبندرة. وعشان أنا بلعب كونغ ولياقة بدنية عالية تم استهدافي من قبل واحد اسمه محمد عبد المعبود الجزار. ده بعد كده عرفت إن هو رأس الفريق بتاع فريق العمل النووي. كان فريق بيضم محمد عبد المعبود الجزار رأس الفريق، وأحمد عبد الله ضبش، وأحمد حمص، وكنت أنا. قمنا ب3 عمليات في المركز: تفجير شريط سكة الحديد بعبوة ناسفة في البندرة قرية البندرة، تفجير شريط سكة الحديد بعبوة ناسفة قرية شندلات عند كوبري الحجر، وتفجير برج كهرباء في عزبة عثمان بعبوة ناسفة. محمد السيد سالم من دمنهور الوحش مركز زفتة غربية، العمل أخصائي صحافة. عندي فكرة في صيانة التلفزيون. أول انضمام للإخوان 2010-2011، شاركت في رابعة مرتين. بداية العمل النوعي لما مسؤول أسرتي اداني رقم التليفون وقال لي اتصل بيه، اتصلت بيه طلع تامر حلاوي، اداني نموذج لبطارية، قال لي عاوزينك تعمل زيها 5. بعد كده اتصل عليا، قال لما اتصل عليا واداني النموذج والمكونات وعملت له 5. اتصل عليا بعدها فترة، رحت له الساعة 10:30، لقيت 2 موجودين، واحد فيهم أبيضاني طويل والتاني قمحي وضخم. اشتغلنا في الحاجات اللي موجودة، عملنا حوالي 50-60. اسمي رضا خميس، محمد خميس، محامي مقيم في عزبة عويس مركز زفتة محافظة الغربية. تمام. أنا بس عايز أقول حاجة لشباب الإخوان.
هو يعني احنا محدش بيتحاسب عن حاجة حد انت عملتها الا انت بس، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا في الاخر. فايا كان اللي هيقول لك اعمل حاجة تضر حد او تضر الناس او تضر ايا كان هو مين، فربنا هيحاسبك انت. ودايما احنا اخطائنا احنا اللي بنتحملها. فانا اتمنى ان كل واحد يراجع نفسه ويعرف ايه الحكاية بالظبط، واذا اخطأ في يوم او ربنا ستره لحد دلوقتي يقدر يتوب ويرجع وينسى اللي حصل كان، ويبدأ ربنا يفتح معاه صفحة جديدة ويعيش حياة جديدة، ما يستناش لما يفوت الأوان ويحصل زي ما حصل مع غيره. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية مهما كلفها الأمر من تضحيات. حفظ الله مصر ورعى أبناءها المخلصين.